لو قلت لك تقدر تكسب مليون جنيه في 6 شهور من المزادات تصدق؟ السر هنا بسيط بس محتاج شويه تخطيط وذكاء. الفكره انك تدخل المزادات سواء عربيات او شقق. تستهدف العربيات اللي سعرها اقل من 300,000 او شقق. مثلا عربيه ب 300,000 ممكن تاخدها ب 200,000. بعدها بتجددها بشويه حاجات بسيطه وبتبيعها بسعر اقل من السوق، وده بيخليك تحقق مكسب سريع سواء في العربيات او الشقق. تشتري بسعر منخفض وتعمل شويه تعديلات وبعد كده تبيع. في شويه نصايح سريعه كده. اول نصيحه، لازم تعرف قيمه الحاجه اللي هتشتريها من المزاد. تاني حاجه، خليك سريع في اتخاذ القرارات. المزادات محتاجه سرعه. تالت حاجه، اشتغل بميزانيه واضحه وما تخليش الحماس يخليك تزايد اكتر من المبلغ اللي هتقدر عليه. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن اسرار المزادات، هسيب لك رقم تليفون تبعت لي على واتساب فقط. انا عامل كورس يعلمك ازاي تجيب عربيه او شقه من المزادات بسعر كويس من الالف للياء. الكورس ده عباره عن 8 فيديوهات. ببعت لك لينك في ال8 فيديوهات ويشرح لك كل التفاصيل، واي استفسارات او اي حاجه مش فاهمها عن المزادات بتبعت لي وببعت لك على الاجابه على الواتساب. شكرا بالتوفيق.